نام سارة مهدية لبغدا وهاتمة یەکەم پێشانگای کە بێشداری ئەەکەم تابلۆکەم دەربارەی ئافرەت و کەڵەشێرە کێرشەی معنای بەهێزیە ژن هەم ئافرەت هەم معنای بەهێزیە کە ئافرەت دەتوانێت با پیا و یا بێ پیا ئێرادەی خۆی داشتە باش لەلایەن بەرپرسی زیقار داوەت کردیام بۆ ئەم پێشانگە کە ئەوەڵین کارە یەکمین کارە لی ویم فاندیشن ئارت فرۆش زۆر خۆشحاڵم وەکو ژنێکی شێوەکار کار کردم لە ئارت فرۆش یەکمین گالەری لە کوردستان لە سلێمانی هیوادارم لەم جۆرەی پێشانگەوە دووبارە بکرێتەوە بۆ ئەوەی تابلۆکانم نمایش کەم. سناء محمد فنانة تشكيلية من بغداد. أول مشاركة إلي بمحافظة السليمانية وهذا الشيء كلش يعني يشرفني ويعني سعيدة لهذا اللقاء بهذا الملتقى يعني مجموعة من الفنانين وعرب وكرد. عملي المشاركة بي مع فنانين ذيقار فنان تشكيليين ذيقار عملي كأنما يعني عالم خيالي الأطفال يعني من مستوحاة من عالمي الماضي يعني مع أطفالي يعني شلون يعني شلون كيف يلعبون كيف يمرحون. طبعا أكيد أنا أول مشاركة إلي هنا بالسليمانية ودائما مشاركاتي بداخل بغداد وخارجها يعني خارج العراق هم عندي مشاركات وبغداد مع فنانات تشكيليات عراقيات ومعارض أخرى. أنا أهوى الرسم من أنا كنت طفلة ونميت هاي الهواية بالدراسة يعني أنا من أنا طفلة كنت أرسم ونميت هاي الهواية درست يعني معهد ودرست كلية فنون جميلة والآن أنا بوزارة الثقافة رسامة مجلتي والمزمار مجلة معتمدة من وزارة الثقافة يعني معنية بالشؤون الطفل. أعمالي الفنية دائما مستوحاة من حياة الأطفال. أنا أرسم ومعنية برسوم الأطفال وأنا يعني أحب هذا الشيء يعني عالم الطفل يعني وفكرته مستوحاة من حياته اليومية من خلال إنه اللعب داخل البيت ومن أشياء المحيطة بالداخل يعني داخل حياته اللي هي يعني مفعمة بالفرح والألوان والأشياء. فنانة تشكيلية سهام الظاهر من بغداد. لوحتي تتحدث عن المدرسة أسلوب المدرسة التعبيرية التجريدية. فلسفة اللوحة هي مناشدة لأهوار العراق متعة أهل العراق بالأهوار خاصة أهل الجنوب فالأهوار بالعراق جفت يعني المي مالتها انتهى فالمجذاف انذب البلم انذب على صفحة فمن المحتمل أن ينبني عليها عقارات وتنبني عليها مدن وتنبني عليها بيوت فهذا الشيء ما يسر المواطن العراقي فإحنا من خلال التجربة الفنية نناشد إنه لازم ترجع الأهوار لوضعها الطبيعي. طبعاً إحنا من بغداد شاركنا بهذا المهرجان الثقافي الفني نفتخر إنه نكون إحنا وإخواننا الفنانين الأكراد في قاعة وحدة تجمعنا تحت راية اسمها الفن والجمال. مشاركة عدة مشاركات بالعراق داخل العراق وخارج العراق واليوم شاركت في إقليم كردستان محافظة السليمانية بهذا المهرجان الثقافي الفني اللي يحمل طابع الفن والجمال ويجمع كل الفنانين من الأكراد والعرب إخواننا وفكرة هي جيدة. الفن يولد المحبة ويولد الألفة ويولد التفاعل ويولد التسامح بتواجده بكل مكان. المرأة الفنانة التشكيلية العراقية سواء كانت عربية أم كردية أو من مختلف الطوائف هي تحمل فكرة واحدة فكرة الفن
والمرأة هي اللي تجسد كل ما تمر به بالحياة من خلال عملها الفني، من خلال اللون، من خلال الفرشة، من خلال الطابع الفني، من خلال المفردة اللي تخليها حتى من خلال أحاسيسها هي اللي تحس بيها تطبعها على اللوحة. وهذا كله يولد فكرة واحدة للمرأة، إنه المرأة هي تتحمل تخلق الجمال وتبدع من خلال الفن. من وەکو بینەرێکاتم بۆ ئەم پێشەنگایە تابلۆکان بەڕاستیەک لە یەک جوانترە، ناتوانانی بڵێ ئەمیان لەو جوانترە، چونکە هەر یەکە و هیلاکی خۆی پێوە دیارەکە و خاوەنکارە کردوێتی. سەرەتا من بانگەشت کرام، خۆشم کاری دەستیەکەم و زۆر یعنی حەزم لە تابلۆ و لە وێنە کێشانە، بەس وەکو نازانم من یعنی تابلۆ بکێشم، بەس حەزم لە ماناکانیانە چیتیایە، يعني حەزەکەم لی ورد ببمەوە، ئەگەر لێشی تێنەگەم لی ورد ببمەوە. هەر یەکە و کێشەیەک باسەکە، هەر یەکە و باسی شتێکەکە، هەر یەکە و هەر تابلۆیەک لەو شاری کە لێوەی هاتووە لەوە چ کێشەی ئەو شوێنە باس بکە. ژنان و ئافرەتان ئەگەر بیانێت توان زۆر لەوە شتی جوانتر دروست بکەن، چکە ئەوان دایکن، دایکە توانێت هەموو شتێ بکە، زۆربەیان توانیان زۆر لەوە زیاترە. من هیوادارم هەموو کەسێ بتوانێت تۆز دەکات لە خۆی بگرێتەوە بێت بۆ سەردانیان، چکە ئەوانش ڕێگەیەکی دووریان بڕێوە هاتوون ئەو ئیشە جوانانە بۆ ئێمە پیشانن و بۆ خۆ یعنی بۆ کەسەکە خۆشی بێتەر جەوێکە گۆڕێ سێری هونەری ئەوانەکە. طيب